السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا غنية عبد الدايم، جاية اعمل معاكم النهاردة بامية بالعكاوي. هنجيب البصل. انا هنا عملت بصلتين، تفرميهم او تخرطيهم بالسكينة، تحطي سمن او زبدة وزيت وتحمريهم. اول ما تبتدي تبقى ذهبي هنضيف عليها اي نوع انا عندي عكاوي، تحطيها على البصل عشان تاخد صدمة تحتفظ بالجوسي بتاعها. السائل بتاعها بيبقى جواها، بتبقى اطعم واطرى. هنضيف عليها الفلفل الاسود. في الوقت ده بيبقى برضو الفلفل الاسود في الوقت ده بيدي طعم احلى. توزعيها عليها وتفضلي تقلبيها على كل جانب عشان تتلون كلها. طبعا الطريقة دي لسنة اولى جواز اللي هما لسه ما يعرفوش يطبخوا. هنا بعد ما اتحمرت على خفيف طبعا هنضيف طماطم فريش. انا هنا ضفت مجين شوربة، مجين ونص. طبعا بتعمليها في الخلاط وتصفيها. بعد كده هنضيف معلقتين صلصة، وهنقلبهم كويس علشان يدوبوا. بعدين هنضيف الملح. انا بحب اضيفه في الوقت ده، في ناس بتحب تضيفه بعد ما اللحمة ما تستوى، بس انا بحس ان هي بيبقى الملح داخل فيها اكتر لما احطه في الوقت ده، وبتستوى متقلقيش برضه. هنقلبها كويس، بعدين هنغطيها ونسيبها لمدة مثلا 5 دقايق او 10 دقايق. بعد كده هتوطي عليها عشان تتسبك. هتتسبك ازاي يا بنات؟ هتلاقي السمن او الزيت والزبدة اللي انت حمرتي بيهم البصل هيبقى طلع كده على الوش. في المرحلة كده تبقى تتسبكت. هنضيف مية. طبعا المية ما تكتريش، وكل ما تحتاج مية هتضيفي لها. وهنغطي عليها ونسيبها برضو على النار لحد ما اللحمة ما تستوي. طبعا كل شوية تبصي عليها، لو احتاجت مية تضيفي لها. طبعا الدهون دي كلها، العكاوي بتنزل دهون كتير. انا بعد كده بحطها في التلاجة، الدهون دي بتجمد باخدها برميها، بشيل الطبقة دي وارميها، طبقة الدهون. هنغطيها. بعد كده نختبر اللحمة، تاخديها في طبق كده وتقطعها بالمعلقة وتشوفيها. اول ما تلاقيها استوت كده هتزوديها شوية مية لو احتاجت. بعد كده تضيفي الخضار. طبعا انا هنزل الطماطم الملزوقة دي في الحلة، في الجوانب هتنزليها. طبعا انا لو دلوقتي هنا هنحط البامية. البامية دي انا كنت جايباها من كارفور، بس للأسف طلعت كبيرة. انا ضفت كيسين بس، الكيس التاني ما صورش. هتقلبيها كويس قوي في الصلصة.
لو انت شايفة ان هي محتاجة مية هتزوديها. انا هنا زودتها شوية. بعدين هتغطيها وتسيبها تستوي. طبعا بعد كده هتضيفي توم مفروم وفلفل سبايسي، بيبقى طعمه احلى. ممكن تخرطيه او تفرميه. اهو انا بضيفهم، هنقلبها كويس ونسيبها برضو على النار شوية علشان الفلفل والثوم يستوى معاها. بعد كده بقى بحطها في طبق التقديم. طبعا الوصفة دي لسنة أولى جواز واللي لسه ما اتعلموش. الأمهات طبعا أشطر مننا بكتير. شكرا ليكم.